أهلا بيكم على قناة English World مع أحمد الحمائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة أولى ثانوي دفعة 2025، إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض الجزء المتعلق بتمارين الكلمات الخاصة بالدرس الثالث والرابع الوحدة العاشرة كتاب جيم. البداية صفحة 165 تشيك بوينت رقم 1. الجملة الأولى بيقول لي which word refers to a group of people، أي من الكلمات التالية اللي هي تشير ل a group of people يعني مجموعة من الناس living in the same area عايشين في نفس المنطقة وبيشاركوا حاجة اسمها common interests يعني بينهم اهتمامات مشتركة. يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجة اسمها community اللي هو المجتمع الاختياري. طيب 2 after the player scored a goal، بعد ما اللاعب أحرز هدف has carried him around the field، عايز أقول زملائه في الفريق شالوه ولفوا بيه الملعب يعني، يبقى teammates اللي هي الاختيار دي بمعنى زملاء في الفريق. طيب 3 to be a good teacher، عشان تبقى مدرس جيد you must be with your students، عايز أقول لازم تكون صبور مع أصدقائك، يبقى صبور اللي هي patient الاختيار A. طيب 4 they did a great job when they rescued all the people، خلي بالك they rescued all the people in the burning house يعني أنقذوا كل الناس اللي في المبنى اللي هو burning house المنزل المشتعل، يبقى إذا أنت كده بتتكلم عن الفاير فايترز اللي هم رجال الإطفاء الاختيار B. طيب 5 I have heard from sources، عايز أقول أنا سمعت من مصادر إيه that the company is in trouble، إن الشركة في مأزق، يبقى سمعت من مصادر موثوقة، يبقى reliable sources اللي هي الاختيار دي. طيب 6 our cat was very ill، يعني القطة بتاعتنا كانت مريضة جدا we took it to، يبقى أخدناها إلى الفيت اللي هو الطبيب البيطري الاختيار E. طيب 7 I usually ask my students to make notes، يعني أنا دايما بطلب من الطلبة اللي عندي إن هم يدونوا ملاحظات of the، عايز أقول بالنقاط الأساسية، يبقى main points not everything، مش بقول لهم دونوا كل حاجة، أنا عايزهم بس يدونوا الملاحظات أو النقاط الأساسية. طيب 8 بيقول لي thanks to our great teacher، بفضل المدرس العظيم بتاعنا ده the response to our question is، يعني الاستجابة للأسئلة بتاعتنا بتبقى حاجة على طول immediate الاختيار B بمعنى حاجة فورية. طيب نروح للجملة رقم 9 people in Ukraine، الناس اللي في أوكرانيا rush to shelters أو shelters بيندفعوا إلى الملاجئ when they hear the warning sirens، لما بيسمعوا السرينة أو صوت الصافرات بتاعة الإنذار. طيب 10 the popular desserts in the Egyptian، عايز أقول إن التحلية شهيرة desserts اللي هي أطباق التحلية في الإيجيبشن على طول اسمه اللي هو الطهي المصري أو فن الطهي المصري أو كتب الطهي المصرية بتتضمن البقلاوة والبسبوسة والكنافة، يبقى ده اسمه الكويزاين اللي هو فن الطهي أو وصفات الطهي اللي هي الإيجيبشن المصرية يعني. نروح بعد كده لصفحة 167 تشيك بوينت رقم 2. الجملة الأولى بيقول لي it can be challenging، يعني الأمر ممكن يبقى صعب to adapt إنك تتأقلم مع الحياة in a different city، يبقى على طول adapt to اللي هي يتأقلم مع. طيب نروح للجملة 2 بيقول لي to keep healthy عشان تحافظ على صحتك you should make sure لازم تتأكد you drink إنك بتشرب وفرة أو ماء بشكل وفير، يعني يبقى حاجة اسمها plenty of water يعني ما يكفي من الماء أو ماء بقدر وفير يعني. طيب آسف هي مش ما يكفي، هي ماء بقدر وفير كتير، مية كتير يعني. طيب 3 I called 3 car rental companies، يعني اتصلت ب3 شركات بتأجر السيارات اللي هي car rental companies but there was no for the holiday weekend، عايز أقول ما كانش فيه إيه للويك اند للأجازة بتاعة الويك اند يعني، يبقى أنت كده محتاج noun لأن نو من طرق النفي اللي هي بتسبق الاسم، يعني عايز أقول ما كانش فيه أي شيء متاح للويك اند هوليداي، يبقى على طول إحنا بنتكلم عن الافيلابيلتي اللي هي الاختيار بي. طيب نروح للجملة رقم 4 برضه نفس الفكرة I called 3 rental car companies، اتصلت ب3 شركات لتأجير السيارات but there were no cars، ولكن خلي بالك no خلاص جه وراها الاسم no cars ما كانش فيه عربيات متاحة، يبقى أنت كده بدل ما أنت عايز الاسم هتبقى عايز الادجكتيف اللي هي الصفة. خلي بالك من الملاحظات المهمة جدا المتعلقة بالصفات زي available اللي هي متاح و efficient اللي هي كفء و sufficient اللي هي كافي، إن الصفات دي يمكن تتبع أو ممكن تيجي بعد الاسم، يعني الاسم يجي الأول وبعدين نجيب بعده الصفة اللي هي available الاختيار الأول.
طيب نروح للجملة رقم 5. بيقول لي رضا has been driving for 30 years. يعني رضا بيسوق بقاله 30 سنة. So he is يعني عايز أقول عنده خبرة أو سواق خبير، يعني يبقى experienced الاختيار دي، هو اللي خبير، هو اللي وقع عليه الفعل. طيب 6. The manager warned the employees. يعني المدير حذر الموظفين to bring their children أو not to bring their children، إن هم ما يحضروش الأطفال معاهم. يبقى على طول هناخد حرف الجر اللي هو along، يبقى bring their children along. يعني إيه بقى bring their children along؟ يعني ما يجيبوش الأطفال معاهم، اللي هي bring something أو bring someone along، يعني يحضر شيء ما أو يحضر شخص ما معهم. طيب نروح للجملة رقم 7. بيقول لي give me your honest opinion. اديني رأيك اللي هو فيه صدق يعني أو أمين. honest اللي هي صادق أو أمين. كلمة honest هنا بمعنى إيه؟ يبقى على طول honest ممكن تيجي بنفس معنى أو المرادف بتاعها يعني trustful الاختيار الأول. طيب 8. سالم is flexible about making appointments. يعني سالم flexible يعني عنده مرونة كبيرة في وضع المواعيد بتاعته. he will help us. هو هيساعدنا. تفتكر عكس كلمة flexible اللي هي معناها مرن، يبقى على طول ما تنفعش strong اللي هي الاختيار دي لأن strong معناها قوي، وما تنفعش dishonest اللي هي الاختيار سي معناها غير أمين، وكمان ما تنفعش malleable اللي هي الاختيار الأولاني لأن malleable هتديك معنى flexible اللي هي مرن. يبقى خلاص فاضل الاختيار بي اللي هو rigid، يعني عكس حاجة مرنة حاجة fixed يعني حاجة ثابتة أو لا تقبل النقاش فيها يعني. طيب نروح للجملة رقم 9. بيقول لي I raise my children to be reliable persons. يعني أنا بربي أطفالي إن هم يبقوا أشخاص reliable يعني أهل للثقة يعني أو يمكن الاعتماد عليهم. and problem solvers وحلالين للمشاكل. عايزين السينونيم المرادف بتاع reliable، يبقى نروح ل trustworthy اللي هي الاختيار B بمعنى أهل للثقة أو يمكن الاعتماد عليهم. طيب 10. the main reason for increasing crimes. يعني السبب الرئيسي لزيادة الجرائم is the problem of unemployment. هي مشكلة البطالة. عايزين الانتونيم يعني المضاد بتاع كلمة main. احنا اتفقنا ان main يعني أساسي أو رئيسي، يبقى على طول عكسها secondary اللي هي الاختيار C بمعنى ثانوي. نروح بعد كده صفحة 170 check point رقم 3. الجملة الأولى بيقول لي did she pay you taking care for أو taking care of her kids. خلي بالك pay بتاخد حرف الجر فوق اللي هو يدفع لشخص في مقابل كذا، يبقى pay for taking care of her kids يعني هي دفعت لك في مقابل الاعتناء بأولادها. طيب الجملة رقم 2 the garden is too messy. يعني الحديقة مش مترتبة خالص فوضوية جدا. we will need to pay يعني هندفع لشخص. خلي بالك do يعني جاب هنا فعل في المصدر، يبقى هندفع لشخص لكي يقوم بأعمال الحديقة، يبقى pay someone to، يبقى pay someone to المصدر أو pay someone for والفعل مضاف له ing. طيب 3 ريم always pays cash يدفع نقدا، يبقى pay in cash. 4 after he retired يعني بعد ما تقاعد he wrote a book كتب كتاب عن as a war reporter. عايز أقول كتب كتاب عن التجارب اللي عاشها كمراسل للحرب. احنا كده بنتكلم عن تجارب حياتية أو مواقف حياتية اللي هي experiences الاختيار الأول. طيب نروح للجملة رقم 5. The story was adapted young listeners. خلي بالك adapted هنا أو young listeners أو young learners آسف. adapted هنا مش بمعنى يتبنى قد ما هي بمعنى تم اعتمادها for young learners للمتعلمين الصغار. يبقى القصة دي يمكن الاعتماد عليها للمتعلمين الصغار، وكأننا مثلا كده بنقول اتعمل عليها تعديلات أو تم تجهيزها عشان تبقى مناسبة يعني للمتعلمين الصغار. طيب 6 her son still hasn't been able to find يعني ابنها مازال مش قادر على إنه هو يجد a job اللي هي وظيفة، واتفقنا إن كلمة work اللي هي بمعنى عمل بس ما يجيش قبلها أداة النكرة اللي هي a. طيب 7 she spent most of her working as a doctor in India. خلي بالك قضت معظم في العمل كطبيبة، يبقى حياتها العملية. احنا كده بنتكلم عن حياتها العملية اللي هي الكارير الاختيار دي. طيب 8 the age of technology. خلي بالك أنا مش عايز أقول في سن كذا، أنا عايز أقول في عصر التكنولوجي، يبقى in the age of كذا اللي هي في عصر كذا، لكن at the age of
هتديك بمعنى في سن كذا مع الأشخاص. طيب الجملة رقم 9 بيقول لي the age of 10 يعني في سن 10 سنوات I could ride a bike، يبقى على طول هنروح ل at the age of آسف اللي هي الاختيار الأول اللي هي في سن كذا. طيب 10 researchers الباحثين often do دايما بيعملوا إيه على الحيوانات، يبقى تجارب علمية أو تجارب لغرض رؤية النتيجة دي اسمها الاكسبيرمنتس اللي هي الاختيار بي. أما الاكسبيرينسز اللي هي التجارب اللي بدون قصد مش بيبقى مقصود بيها نتائج معينة. نروح لصفحة 171 الفوكابيولاري جنرال اكسرسايز اللي هي التمارين العامة على الكلمات. الجملة الأولى بيقول لي after years of studying at the faculty of law بعد سنوات من الدراسة في كلية الحقوق مها finally began her أخيرا مها بدأت حياتها العملية as a lawyer كمحامية. يبقى احنا كده بنتكلم عن began her career يعني بدأت حياتها العملية. طيب 2 we can offer you ممكن نوفر لك working hours to make you work easier عشان نخليك تشتغل بشكل أسهل يعني يبقى نعمل لك flexible working hours يعني ساعات عمل مرنة. طيب 3 passengers on the plane يعني الركاب اللي على الطائرة are by law to fasten their seat belts. عايز أقول مطلوب منهم بسلطة القانون إن هم يربطوا أحزمة الأمان. يبقى require اللي هي الاختيار C بمعنى يطلب require محطوطة بصيغة المبني للمجهول يبقى مطلوب منهم. أما acquire معناها يكتسب بتستخدم على الأشياء المعنوية وinquire بمعنى يستفسر. طيب نروح للجملة رقم 4 بيقول لي we need somebody يعني إحنا محتاجين شخص ما who is completely for this job they will deal with a lot of money. الشخص ده يتعامل مع فلوس كتير يبقى إحنا عايزينه يكون honest اللي هي الاختيار دي. 5 I like this website يعني أنا عاجبني الويب سايت ده as I can get information from it ممكن أقدر أحصل منه على حاجة اسمها reliable information يعني معلومات موثوقة. طيب 6 I that I heard footsteps behind I turned around but found no one. يبقى على طول عايز أقول أنا تخيلت إن أنا سمعت خطوات ورايا كده بس لما لفيت ما لقيتش حد يبقى تخيل اللي هي fancy الاختيار بي يبقى I fancied أو I fancied. طيب نروح للجملة رقم 7 a wife and a husband يعني الزوجة والزوج should be لازم يكونوا إيه لبعضهم البعض عشان ينجحوا في حياتهم يبقى should be loyal الاختيار بي بمعنى مخلص. طيب 8 زينب could get a as a receptionist زينب حصلت على إيه كموظفة استقبال in a famous hotel في فندق شهير يبقى كده حصلت على وظيفة اللي هي job الاختيار إيه. طيب نروح للجملة رقم 9 بيقول لي the scientists يعني العلماء are doing some to see if they can find a cure for this disease يبقى بيعملوا تجارب عملية اللي هي experiments الاختيار C. طيب نروح بعد كده للجملة رقم 10 بيقول لي when I saw the fire لما شفت الحريق coming يبقى لما شفت صفارات الحريق أو إنذار الحريق أو السرينة بتاع الحريق I heard to guide them وكده أنا بقصد بيها الفاير سايرنز اللي هي السرينة اللي بتبقى على عربيات الحريق يعني أقصد إن أنا شفت عربيات الحريق أو آسف مش اسمها فاير سايرنز اسمها فاير انجنز اللي هي أقصد بيها عربيات الحريق. لما شفت عربيات الحريق جاية جريت على طول عشان أدلهم على المكان بتاع الحريقة يعني يبقى اسمها الفاير انجنز. طيب نروح للجملة رقم 11 before taking any action يعني قبل ما تتخذ أي إجراء أو قبل ما بتخذ أي إجراء I always get advice from my lawyer يعني بحثوا على نصيحة إيه من المحامي يبقى نصيحة المحامي بتبقى حاجة professional يعني حاجة مهنية أو احترافية. 12 to get the job عشان تحصل على الوظيفة you must have at least على الأقل لازم يكون معاك 3 سنين خبرة يبقى 3 years experience كاسم غير معدود اللي هي الاختيار سي لأن احنا بنتكلم عن خبرة مش تجربة. طيب 13 the teacher asked us a question يعني المدرس سألنا سؤال and he wanted كان عايز إجابة فورية اللي هي immediate answer الاختيار الأول. طيب 14 many people have left the rural يعني العديد من الناس عايز أقول سابوا المجتمعات الريفية to find work in the city عشان يلاقوا شغلهم في المدينة يبقى rural communities الاختيار الأول بمعنى المجتمعات. طيب 15 there is someone who can make bread and cakes especially to sell them بيصنع الخبز والكيك عشان يبيعهم يبقى احنا كده بنتكلم عن الخباز اللي هو البيكر الاختيار B. طيب 16 A is someone who belongs to the same group الشخص اللي بينتمي لنفس المجموعة معاك انتوا الاتنين في مجموعة واحدة يبقى ده زميلك في الفريق أو في المجموعة اللي هو teammate الاختيار B.
طيب 17 بيقول لي what kind of personal do you look for in an employee. عايز اقول ايه نوع الصفات الشخصيه اللي انت بتدور عليها في الموظف. يبقى احنا كده بنتكلم عن الكواليتيز اللي هي السمات الشخصيه الاختيار دي. طيب 18 attention to is essential، يعني عايز اقول الانتباه للتفاصيل حاجه ضروريه في وظيفه المهندس. يبقى attention to detail يعني الاهتمام بالتفاصيل. طيب 19 بيقول لي اسلام is and the manager says we can depend on him. المدير بيقول ان احنا نقدر نعتمد عليه. يبقى اسلام ده شخص ايه؟ reliable اللي هي الاختيار دي بمعنى اهل للثقه او يمكن الاعتماد عليه. طيب 20 بيقول لي many students like to on themselves. العديد من الطلبه بيحبوا يعتمدوا على انفسهم for money not their parents، خصوصا في الجانب الماليه مش بيحبوا الاعتماد على ابائهم. يبقى like to rely on themselves يعني بيحبوا الاعتماد على انفسهم for money not their parents، مش بيحبوا الاعتماد على ابائهم يعني. طيب نروح للجمله رقم 21 بيقول لي my father sat the table، يبقى يجلس على المائده اللي هي sit at the table and called us to have dinner with him، ونادى علينا عشان نتعشى معاه. طيب 22 بيقول لي سالي never arrives late، يعني سالي عمرها ما بتوصل متاخر ابدا. she is really يعني هي شخصيه يبقى punctual اللي هي شخصيه منضبطه الاختيار سي. طيب 23 a good employee يعني الموظف الجيد must be لازم يكون ايه enough to adapt to different situations عشان يتأقلم مع المواقف المختلفة أو يتكيف مع المواقف المختلفة. يبقى لازم يكون مرن أو عنده مرونة، يبقى should be flexible الاختيار B. طيب 24 finally I the training course that are necessary to get the job I wanted. يبقى أخيرا أنا عملت الكورس التدريبي، يبقى do a course اللي هي الاختيار D. طيب 25 when I traveled to Europe لما سافرت إلى أوروبا I couldn't adapt ما قدرتش أتأقلم مع، يبقى يتأقلم أو يتكيف مع اللي هي adapt to its weather يعني الطقس هناك. طيب 26 my aunt doesn't have children يعني عمتي ما عندهاش أطفال so she has decided قررت إن هي تتبنى بنت، يبقى adopt اللي هي الاختيار B بمعنى يتبنى. طيب نروح للجملة رقم 27 بيقول لي I got a to fix the kitchen tape، يعني عايز أقول أنا استعنت ب plumber اللي هو السباك الاختيار C to fix the kitchen tape عشان يصلح حنفية المطبخ. طيب نروح للسؤال رقم 28 اللي هو اختيارين من بين 5 اختيارات. بيقول لي محمد is very flexible، محمد شخص عنده مرونة كبيرة. he will go along with anything، هو هيقدر يواكب أو يسير أي حاجة أو ينسجم معاه. عايز الأنتونيم يعني المضاد بتاع كلمة احنا لسه قايلين حالا rigid عكس flexible مرن، يبقى عكسها شخص صعب أو غير مرن. وكمان ممكن يبقى عكسها inflexible يعني غير مرن اللي هي الاختيار دي. طيب نروح للجملة رقم 29 بيقول لي it was necessary for رضوى، كان من الضروري لرضوى إن هي تنام بدري. عايزين السينونيم يعني المرادف بتاع necessary، يبقى على طول هتروح ل essential اللي هي أساسي أو رئيسي، وفيتال برضه بمعنى ضروري أو حيوي أو أساسي. طيب 30 بيقول لي I am going to a course، كلمة course بيجي معاها الفعل إيه؟ أول حاجة اللي هو do. I am going to do a course يعني أنا هاخد دورة تدريبية عشان أحسن الإنجليزية، وكمان ممكن take a course اللي هي الاختيار C. طيب 31 يقول لي firefighters have the ability يعني رجال الإطفاء have the ability to adapt عندهم المقدرة إن هم يتأقلموا adapt to different situations. عايز أقول لو الأمر ضروري يبقى if necessary كتعبير كده بمعنى إذا لزم الأمر، وكمان when كبديل ل if when necessary الاختيار E. طيب قبل ما نحل السؤال رقم 32 ما تنساش إن دعمك لينا أكيد هو اللي هيساعدنا على الاستمرار في تقديم المحتوى ده. ادعمنا بلايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، ولو عندك أي تعليق على الحل يا ريت تكتب لنا في الكومنتس أو التعليقات. طيب 32 بيقول لي the film was so exciting أو الفيلم كان شيق جدا that I saw it twice لدرجة إن أنا اتفرجت عليه مرتين. عايزين الأنتونيم يعني المضاد بتاع exciting اللي هي شيق، يبقى على طول هتروح أول حاجة البورينج اللي هي الاختيار C بمعنى ممل، كمان ممكن ضل الاختيار E وهتديك هنا بمعنى ممل برضه. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ادعمنا بلايك وشير للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك إشعاراتنا. سلام.